السلام عليكم. النهارده الفيديو هيكون اسلوبه جديد وغريب شويه. مش جاي اكلمك عن تمرينه ولا جاي اكلمك عن عضله معينه. جايين نتكلم عن اسلوب جديد ما اتكلمناش عليه قبل كده في القناه، وهو اسلوب الباور ليفتنج. ايه هو الباور ليفتنج وايه التفاصيل بتاعته؟ كل ده هنعرفه النهارده ان شاء الله. الحلقه هتكون طويله فاحتمال نقسمها على 2 أو 3 حلقات، وكانت فرصه ان يكون معانا كوتش متخصص في الباور ليفتنج يفهمنا ايه هي الرياضه، ازاي نبدا فيها، وشويه تفاصيل زياده. معانا النهارده كوتش ربيع. ايه الاخبار يا برو؟ الحمد لله. عامل ايه؟ الحمد لله على السلامه. الله يسلمك. عرفنا كده عن نفسك. طيب، انا عبد الله ربيع. اسم الشهرة طبعا الناس كتير تعرفني بربيع. طبعا انا مدرب ولاعب باور ليفتنج. انا لاعب قبل ما اكون مدرب، ومدرب قبل لا اكون لاعب. فانا الحمد لله بمارس الرياضة لي الان باور ليفتنج 4 سنين ونص. ما شاء الله. الرياضة بشكل عام يعني كانت جزء لا يتجزأ من حياتي. يعني أنا كنت دائما من متوسط أو من الإعدادي، خلينا نقول كنت بلعب رياضة بشكل عام، مش حاجة معينة. كنت جري ما بين سباحة، ما بين في الجيم بروح باجي. فكانت كلها خلينا نقول من الإعدادي بدأ معي مشوار الجيم أو مشوار الرياضة بشكل عام. ومنها طبعا كملت في المجال، يعني تقريبا خلينا نقول الآن لي 8 سنين بشكل عام في الرياضة. ومنها زاد حبي طبعا للجيم، زاد حبي إني أكون نشيط وعاداتي تكون أفضل وصحتي تكون أفضل. وأوسع الفكر هذا عند عائلتي ومجتمعي الأول، بعدين للناس بعد كده. وبخصوص الباور ليفتنج في الأساس، يعني الباور ليفتنج بداية حبي ليها إني أنا أصلا خلينا نقول في آخر سنين الثانوي هنا بدأت إني أتقل في الأوزان. يعني كنت بتتمرن اصلا؟ يس. انا من اولى ثانوي خلينا نقول من اولى ثانوي بدات بوكسينج، ملاكمه. اوكي. كنت بلعب ملاكمه اصلا. يس. كنت بلعب ملاكمه، قعدت تقريبا في الملاكمه 3 سنين. فكان في جزء من تمريننا احنا كنا بنتمرن اكسبلوسيفنس، كنا بنتمرن تمارين اجيلتي، كنا بنتمرن تمارين للسرعه. ترجمه معلش. اجيلتي خلينا نسميها تمارين اقرب لرشاقه في نفس الوقت مع قوه. يعني انت تقدر تولد اقوى اكثر قوه تقدر عليها في نفس تكون سريع. تمام. فانت بتعمل كده. ده اللي انت بتحتاجه مثلا في الملاكمه، انت يكون عندك ريفلكس اسرع، يكون عندك تقدر انت تتفادى الضربات، الكلام ده كله. فمن هنا بدات رحلتي في الجيم. طبعا وقفت ملاكمه لان شفت انه الملاكمه كشغف هي موجوده، يعني انا كنت حاببها فكنت مكمل فيها. لكن كمستقبل ما شفتش ان هي حاجه انا ممكن اتطور عليها. يعني سواء حتى لما كنت هناك في السعوديه او لما جيت مصر، كمستقبل الرياضه هذه ان انا اتطور فيها كان خلينا نقول اقل شويه من الجيم، او ان انا كنت شايف نفسي فين. حلو. زائد ان في اشياء كثير تعارضت مع الموضوع. ان مثلا الكوتش اللي كان بيدربني ما استمر معي، فانا كنت واخذ الملاكمه، كنت انا بتدرب مع اصحابي يعني بشكل منعزل عن الكوتش بشكل كامل بالحب. فكنا لو بنخش فايتات مش عارف ايه، بنشوف دريلز على النت كنا بنتمرن منها. فهنا من بعدها خلاص تمريني كان في الجيم اللي كان متعلق بالملاكمه تحول هو تمريني الاساسي. لان انا كنت خلاص انا كنت بتمرن 5 ايام في الاسبوع. بدات في الجيم. طب كان حديد يعني كان بودي بيلدينج ولا كان باور ليفتنج برضه؟ كان باور بيلدينج. اوكي. ده يعني دي سيبها المصطلح ده، سيبه احنا نتكلم عنه شويه. طيب اللي هو يعني كنت من الاخر كده بتتمرن تمارين اللي احنا كلنا عارفينها، ولكن في شويه تمارين لزياده القوه. يس. اللي احنا هنتكلم عنها من وقت ما كنت في الملاكمه كان في تمارين اللي هي كان خلينا نقول سكوات وبنش وديد ليفت. يعني انت كنت عارفها اصلا؟ يس كنت عارفها. بس طبعا بحكم ان انا كنت بتمرن ملاكمه فكنت بلعبها بطريقه معينه. اوكي. الطريقه دي خلينا نقول ان هي كانت غلط مش كانت صح، لحد ما اتقدمت طبعا في المجال وقرات عنها اكثر وعرفت عن الطريقه الصح لهذه التمارين. منها انا قدرت اني انا اخلي سكوات وبنش ديد هي الحاجه الاساسيه عندي، بحكم اني انا اصلا في طبيعتي بحب اني اتمرن باوزان عاليه. يعني حتى لما كنت بتمرن سكوات وبنش وديد ليفت الاوزان اللي كنت بلعب بيها كانت عاليه، حتى لو كان التكنيك فيه اغلاط كان فيه مشاكل، لكن انا كنت بحب ان انا ازود في الوزن. كنت بحب اني انا ما كملش على وتيره واحده، ان انا دائما انا خلاص انا عارف انا رايح فين، انا هتطور. حلو. بغض النظر عن اي حاجه. ومنها زي ما قلت لك بدا حبي للموضوع الجيم وبدا حبي للباور ليفتنج اكثر، وكملت على نفس المجال. قبل ما نتكلم عن ايه هي الباور ليفتنج، انا في حاجه يعني بشوفها شائعه، ان انا مثلا واحد لسه جاي جديد في الجيم، دخلت يا كوتش السلام عليكم انا عايز اظبط جسمي وعايز ابدا اتمرن، تمام، اعمل ايه؟ فبتلاقي الكوتش حرفيا اللي بيعمله ايه، خش اتمرن على الاجهزه دي
او بيديله تمرين اللي هي الفول بودي او اللي بنسميه الجنرال، الجنرال او يعني باسلوب بيوجهه باسلوب البودي بيلدينج، يس مش باسلوب الباور ليفتنج. يس فصعب انك تلاقي حد لسه بادئ في التمرين جاي يتكلم يقول للكوتش يا كوتش انا عايز اتمرن، ويقول له خش مثلا العب سكوات ولا بنش ولا او تمرين القوه يعني بشكل عام، تمرين الباور ليفتنج. فده يوديني لحاجه، يعني ايه هي اصلا تمارين، ايه هي اصلا الباور ليفتنج، وايه الفرق ما بينها وما بين التمارين اللي اغلب الناس خصوصا المبتدئين بيتمرنوها؟ الباور ليفتنج مش هتحتاج منك ولا عمر معين ولا تحتاج منك جنس معين، تكون مثلا ذا تكون ذكر، لا. انت لازم تكون شخص مستصح فيك صحه وعافيه، تخش تتمرن، تلعب سكوات، تلعب بنش. صحه انت قصدك ما عندوش مثلا حاجات معينه، ما عندوش اصابه معينه، يس ما عندوش اصابه معينه تيقن هو يعمل بنش او يعمل سكوات او يعمل ديد. تمام. فبس انت تخش الجيم، تروح عند البار او الراك بتاع السكوات، حط البار على ظهرك وانزل. طب ايه هي اصلا الباور ليفتنج يعني؟ طيب الباور ليفتنج هي رياضه مكونه من 3 ابعاد. الفكره منها الرياضه دي اني انا اقيس تطوري او اقيس قوتي من خلال العده الواحده. حلو. فانا بخش طبعا في بطولات وفي اشياء بتتعمل في الباور ليفتنج، بس خلينا نقول اني كشخص لما اخش الباور ليفتنج انا عايز انمي قوتي من خلال اني انا امارس عده واحده بس. حلو. فبالتالي اول ما ببدا تمريني كله اسلوب تمريني واسلوب تغذيتي وكل حاجه موجوده في الجدول مخصصه اني في النهايه لما اكون عايز اتطور في الرفعه دي. يس اتطور في الرفعه دي فاعرف اشيل اعلى وزن فيه. حلو، يعني التغذيه بتاعتك ماشيه برضو على اساس البروجرس بتاعك هيكون ماشي ازاي، او النتيجه اللي انت عايز تجيبها. يس. طيب ايه الفرق ما بينها وما بين البادي بيلدينج؟ البادي بيلدينج اللي انا بروح بتمرن مثلا تمرين صدر او بتمرن فول بودي حتى، او باسلوب باي اسلوب، ولكن انا عايز اعرف انا دلوقتي لو واحد بودي بيلدر مش بتمرن سكوات ولكن على الجهاز، بتمرن ديد ليفت بالدمبل، بتمرن بنش بريس ممكن بالدمبل وممكن بالبار. فايه الفرق لو انا عايز اروح للباور ليفتنج؟ هشوف ايه اختلاف. بكل بساطه الاختلاف في السكوات والبنش والديد ليفت اللي انت هتمارسهم بشكل مختلف شويه عن اللي بيصير في البادي بيلدينج، زائد نطاق العدات ممكن يكون مختلف، زائد خلينا نقول انا لما اتكلم في الاساس عن الرياضتين، رياضه البادي بيلدينج زي ما احنا كلنا عارفين ان هي رياضه هدفها الاساسي البناء العضلي، فهو مش بيراعي القوه بشكل اساسي. لكن في الباور ليفتنج انا براعي القوه بشكل اساسي على اساس ان انا هدفي اصلا ان انا ازود قوتي مش ازود حجمي العضلي. يعني مش فارق معاك الحجم العضلي قد ما فارق معاك القوه. يس. فانا الحجم العضلي اللي عندي ايا كان انا الهدف منه اني انا ااهله واقدر اكيف على اساس اني انا اشيل اوزان اعلى، بس اني انا قوتي تزيد. وزي ما احنا والفكره من الموضوع ده او اللي هيدخلنا الحاجه دي ان انت في الباور ليفتنج هتلاقي فيه فئات وزنيه مختلفه. فممكن فئه وزنيه تكون مثلا 69 كيلو او 66 كيلو في الرجال، وممكن تكون فئات اقل من كده كمان هتلاقيه بيشيل اوزان عاليه اعلى من بودي بيلدرز كتير. فده معناه ان هو الكتله العضليه اللي عنده هو قدر ان هو يكيفها بس هو يشيل اعلى وزن. يس يشيل اعلى وزن ويقدر يتطور في الموضوع ده. طيب حلو. طب هل ده معناه ان انا لو اتمرنت تمرين باور ليفتنج مش هتزيد عندي الكتله العضليه؟ لا بطبيعه الحال هتزيد عندك الكتله العضليه. ليه؟ لان انت بتطبق مبدا البروجريسيف اوفرلود. فانت كل ما بتروح الجيم او كل بناء على الخطه اللي انت ماشي عليها انت الاوزان بتاعتك بتزيد. طب ايه هي اصلا، خلينا نقول ايه هي البروجريسيف اوفرلود؟ البروجريسيف اوفرلود بكل بساطه ان انت بتلعب بوزن معين، بعد فتره من ممارستك للوزن ده انت الوزن ده بيكون خفيف عليك او مش بيدي ستيمولس لجسمك او محفز لجسمك ان انت تبني عضلات. تمام. فبالتالي انت لازم ان انت تزود الوزن او تزود العداد او تزود الفوليوم بشكل عام او الجلسات على اساس انت تقدر تتطور من فتره للتانيه. حلو. وبنفس المبدا ده احنا ماشيين في الباور ليفتنج، انت بتزود الوزن انت هتقدر تتطور. طيب ممكن البناء العضلي او البناء العضلي على حسب هدفك في فتره البلوك نفسها، او خلينا نفصل البلوك شويه، بس البناء العضلي نفسه بيختلف من فتره للثانيه على حسب من الفتره دي انت ايه الهدف منها. الهدف منها انت تزيد ممارسه، تحسن من الممارسه، ان انت تزيد قوه. الهدف منها تحسن من البناء العضلي، لان احنا في الباور ليفتنج برضه كل بلوك بيتعمل او كل خلينا نقول فتره تدريبيه او كل شهر بنعمله. الفكره من الحاجه دي تبقى الهدف معين. ممكن اجي فتره ان انا عايز مثلا
ازود قوتي في رفعه معينه واركز عليها بغض النظر عن الرفعات الثانيه واخليها على مكان محافظ. ممكن فتره ثانيه لا، انا عايز مثلا اني احسن من البناء العضلي، اخذه كاوف سيزون. ممكن فتره ثانيه اكون اشتغل على نقاط ضعفي اللي موجوده في كل رفعه، لان زي ما انت عندك في جسمك في نقاط ضعف. مثلا شخص عنده نقاط ضعف اللات، الابر باك، الابر تشيست، كل الكلام ده ممكن الصدر شخص او الظهر او بالظبط. اللاتس كمان. ممكن شخص ثاني يكون عنده نقاط ضعف برضه في الرفعه معينه، يعني مثلا هو نازل السكوات وهو طالع يوقع بالوزن او يفيد بالوزن، فده تعتبر نقطه ضعف. فانا هشتغل على نقطه الضعف دي عشان احسنها، عشان المشكله دي تختفي. نفس الفكره برضه مثلا في الديد ليفت، ممكن شخص بعد ما يطلع ديد ليفت مش قادر يعمل لوك اوت فوق. فالشخص ده طبعا برضه انا هشتغل له بتكنيك معين واضيف له حاجات معينه على اساس اني اخفي المشكله دي واحلها تمام. حلو. يعني خلينا برضو نرجع ونقول عشان الناس ما تتوهش مننا، الباور ليفتنج الفرق ما بينه وما بين البودي بيلدينج ان اول حاجه هو بيهتم بالقوه وبيرسخ كل حاجه، سواء الكتله العضليه سواء التغذيه سواء كل حاجه في يومه ان هو يزيد في القوه. صح. مش فارق مع البناء العضلي، ولكن كده كده البناء العضلي هيزيد طالما انت بتتطور وبتعمل بروجريسيف اوفرلود زي ما قلنا. صح. طيب ايه الفرق ما بين رياضه الباور ليفتنج ورياضات القوه الثانيه؟ يعني بنشوف مثلا في التلفزيون الناس اللي بترفع البار من تحت لفوق، سناتش والحاجات دي. طيب الباور ليفتنج زي ما قلت لك انا في الاول في الشرح ان هي رياضه متخصصه بالسكوات والبنش والديد ليفت. اي رياضه ثانيه بما فيها اللي هي الويت ليفتنج، بما فيها باقي رياضات القوه بشكل عام، مختصه بحاجه ثانيه. فانا كرياضه انا مختص بالباور ليفتنج او مختص بالرفعات الثلاثه اللي هي السكوات والبنش والديد ليفت. باقي الرياضات مثلا لا، بيبقى مختص بحاجات مختلفه زي مثلا السناتش، زي الكلين، زي الكلين اند جيرك وغيرها. فكل دي حاجات في الرياضه دي نفسها، فدي تصنف حاجه مختلفه تماما وتبع منظمات مختلفه غير عن المنظمه اللي احنا تبعها في الباور ليفتنج يعني. طيب حاجه مهمه بخصوص تمارين السكوات البنش الديد ليفت هي الاصابات. حتى برضه لما بحط السكوات لاي حد عادي بيتمرن بودي بيلدينج بيكون خايف من الاصابه بتاعت السكوات او بتاعت الديد ليفت، خصوصا اصابات اسفل الظهر. فهل فعلا رياضه الباور ليفتنج الاصابه فيها عاليه ولا لا؟ طيب شوف، اول حاجه الاصابات ما بتنشأش من تمرين معين، لان احنا الاشاعه اللي مغلوطه عند ناس كثير ان الباور ليفتنج دي بتسبب اصابات، والاشاعه دي غلط. ليه؟ لان انت عندك رياضات ثانيه بتسبب اصابات اكثر من الباور ليفتنج، وفي دراسات اتعملت كثير عن الموضوع ده. ان انت عندك الكوره بتسبب اصابات لو اتلعبت، او في العادي اصلا الكوره نفسها كرياضه بتسبب اصابات اكثر. عندك كره القدم الامريكيه، كل دي رياضات بتسبب اصابات اكثر من الباور ليفتنج. لكن انا عندي اي تمرين في العموم، انا السبب اللي هيخليني اتصاب اصلا في التمرين ده اللي هو بكل بساطه تكنيكي غلط. ان انا مش قاعد افعل الكور بطريقه مناسبه، سواء زي ما انت قلت في الديد ليفت، الكور اللي هو المنطقه دي بالكامل بسمى الكور اللي هي عند البطن يس والوسط اسفل كده، صح الظهر. كده؟ يس اسفل الظهر والجوانب والبطن، دي كلها المنطقه تسمى الكور. فاغلب الناس بتصاب في الديد ليفت بسبب انه هو مش قادر يفعل الكور بشكل مناسب، مش قادر يتنفس بشكل مناسب، وتكنيكه غلط. وفي نفس الوقت هو عايز بكل بساطه يبدا يدعس في الاوزان، عايز ان هو يتطور يزيد كل اسبوع. كل اسبوع ان هو يزود 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 في الاوزان لحد ما يوصل مرحله خلاص ان هو انا مش قادر، انا اتصبت. يجي له قطع، يجي له تمزق، يجي له الام مزمنه في ظهره بسبب انه هو اصلا الحياه اللي كان بيعملها غلط من ناحيه تكنيك، من ناحيه تنفس، من ناحيه كل حاجه. فاحنا دائما عشان نبعد عن الاصابه لازم انا اتاكد ان التكنيك يكون صح. لازم مش هتتاكد منها من يوم وليله حرفيا. بالضبط. زائد انه في اساسيات انت خلاص هتمشي عليها، من ناحيه انت ازاي تحرك جسمك في الحركه، من ناحيه ان انت ازاي تفعل الكور زي ما قلنا، من ناحيه ازاي انت تفعل الجلوس عشان ان هي تشيل الحمل عن اسفل ظهرك، من ناحيه ان انت ازاي تعمل بريس. البريس في اغلب الحالات بيخفي جميع الالام. يعني في البريس اللي هو التنفس، البريس يس اللي هو التنفس، ان انت تاخذ نفس من انفك توديه لبطنك وتحتفظ بالنفس ده على اساس انت تسبب او تخلي فيه ضغط متوزع على منطقه الكور 360 درجه حوالين الكور. فالشكل هذا راح يمنعك عن الاصابه. في مثال انا احب اضربه، ان انت تخيل معايا كنز او علبه بيبسي. علبه البيبسي لو كانت فاضيه، علبه البيبسي انت بكل بساطه هتعمل لها كده هتفعص معك. لكن لو كانت مليانه وما اتفتحتش، بمعنى ان هي كانت مضغوطه، فانت قد ما تحاول تعمل ضغط عليها
ده مش هيأثر، وعضلة الويست هتكون في نفس وضعها. فده اللي انا عايز اوصله، ان انت لو انت اتقنت البريسنج، حتى لو كان عندك الام، حتى لو كان عندك مشاكل في اسفل الظهر، لو اتقنت البريسنج الموضوع ده كله هيتحل. البريسنج مش صعب ابدا، الفكره ان انت ازاي تعرف تزامنه خلال الحركه نفسها، ان انت تقدر تاخد النفس ببطنك وتشد بطنك في نفس الوقت، مش على صدرك يعني مش في الصدر. ده غلط، ان انت بتاخد النفس فوق ايوه وبطنك هنا فاضي. فانت أيوة. الاصح ان انت تاخد النفس في بطنك بدل وصدرك ثابت. يعني انت مثلا لو جيت حطيت يدين هنا، هتلاقي يدي اللي تحت هي اللي بتتحرك، يدي اللي فوق ثابته. بينما لو اخذت النفس من فوق من صدري، ايوه هتلاقي يدي اللي تحت ثابته، يدي اللي فوق ارتفعت. فبالتالي انا عندي لما انا اراعي الحاجه دي، ولما انا اضبط موضوع البريسنج بتاعي واعرف انا اتنفس وادخل النفس اللي هاخده تحت البطن، انا حرفيا اغلب المشاكل هتختفي. والبريسنج مش بس اللي هي الثلاث رفعات، البريسنج ممكن انت تستخدمه في التمارين الثانيه برضه، هيساعد ويحسن من ثباتك خلال التمرين، هيحسن من قوتك بشكل عام. يعني مثلا تمرين مثلا زي الدمبل بريس في البادي بيلدينج مثلا عندي، انت في اللي هو الصدر المستوي بالدمبل. انت هتحتاج مثلا في التمرين ده ان انت تحافظ على البوزيشن بتاعك، تثبت رجولك في الارض، تخلي كوعك مقاربه لجسمك، وهتنزل هتاخد نفس برضه ببطن. بعد كده هتطلع، النفس اللي انت هتاخده ده هيخلي كورك اثبت ويخلي جسمك اثبت، جسمك كله قطعه واحده بيتحرك مع بعض. فانت لما تيجي تدفع الوزن هتدفع باقصى وزن، باقصى قوه تقدر عليها في كل عده. طبعا الوزن انه يكون ثقيل، مش وزن خفيف انت ما يحفزش عضلاتك بشكل عام. مش وزن تكون بتسخن بيه. مش التسخين اصلا مش هيعمل لك اي حاجه. طيب برضه انا عندي مشكله مع الباور ليفترز بقى بشكل عام. انا دايما رابط ان اللي بيلعب باور ليفتنج دايما عنده كرش، دايما وزنه زايد، خلينا نقول كده، دايما نسبه الدهون عنده عاليه. ودي حاجه يعني انا فاهم ان مفيش علاقه ما بينهم، ولكن اي حد مبتدئ يبدا كده يخش باور ليفتنج تبدا تظهر له الناس اللي هم محترفين، خلينا نقول كده، اللي اغلبهم بيكونوا زي ما انت قلت مهتمين ان هو يزيد او يتحسن في الرفعه نفسها، فهو مش همه شكل جسمه. صح. فده عامل، هل اصلا في عامل مرتبط ما بين تمارين الباور ليفتنج وشكل الجسم؟ لازم يكون شكل جسمي وحش عشان ازيد في القوه؟ لازم يكون عندي نسبه دهون عاليه عشان ازيد في القوه؟ ولا اصلا ما فيش علاقه ما بينهم؟ طيب شوف، خلينا نحدد حاجه بس. الباور ليفتنج زي ما قلنا ان هي فئات وزنيه. يعني لو انت لاعب هتتنافس في الباور ليفتنج او حابب انت تشارك بشكل جدي في الباور ليفتنج وتنافس على الموضوع ده، فهي فئات وزنيه. فانا عندي فئات وزنيه تبدا من 52 كيلو وممكن توصل معك فوق 120 كيلو واكثر. وبرضه الاعمار نفس الفكره ان انت في عندك اعمار اللي هي السب جونيور والجونيور، بعد كده تبدا اللي هم المحترفين، بعدها تكمل بنفس الطريقه. فانا عندي الباور ليفتنج في اساسها كاتيجورايز، بمعنى ان هي الرياضه مرتبه حسب تصنيفات معينه. فانت اغلب اللي انت بتشوفهم في الغالب ان هو يكون اوفر ويت، ده بيكون تبع فئه معينه ثانيه. يعني مش كلهم كده. يس، ممكن مثلا يكون وزنه عالي بسبب ان هو حاب ينافس الفئه دي. لكن انت لو لقيت لو شفت مثلا بطوله العالم الاخيره في الاي بي اف وورلد، هتلاقي ان في باور ليفتر كتير اجسامهم خرافيه، وتلاقيه ناشف بشكل جسمه شريدد كانه لاعب بودي بيلدر تماما. وفي برضه في الساحه حاليا برضه ناس بنفس الفكره دي. بس اللي عايز اوصله ان انت بناء على هدفك هيتحدد شكل جسمك. فبالتالي كميه العضلات اللي موجوده في جسمك انت كلاعب باور ليفتنج هتفرق طبعا. وبرضه والوزن والفئه اللي انت عايز تخشها هي دي برضه هتفرق. فانت لو كنت عايز مثلا تخش في فئه وزنيه اقل او مثلا تحت ال 100 كيلو، هتلاقي ان انت جسمك اصلا هيكون ناشف طول السنه، طبعا باعتبار ان انت عندك باعتبار انت كان عندك كتله عضليه كبيره. وبرضه انت لما تعوز ان انت تنزل فئه وزنيه اقل من اللي انت كنت فيها، هتضطر ان انت تنشف. فاحنا بنمر برضه بنفس الفكره اللي انتم بيمروا فيها اغلب لعيبه البادي بيلدينج، تضخيم وتنشيف او سيزون ان سيزون بالظبط. فاحنا بنمر بكل الفترات دي. ان انا مثلا ممكن فتره ان انا عايز انافس على اساس اجيب مركز مثلا، فانا ممكن اقلل او اروح لفئه وزنيه ثانيه طبعا بطرق معينه ببروتوكولات معينه، على اساس اني انا اقدر اكسب نقاط مثلا في البطوله دي او اكسب مراكز في البطوله دي. في نفس الوقت العامل ده هيخليني انا انشف، هيخلي شكل جسمي ارتب. فهو المشاع ان اغلب الباور ليفتر تلاقيه بكرش ومش بيهتم بتقليته كده، لكن الباور ليفتر الفاهم لا، ده هيهتم باكله كويس، هيهتم بالفئه الوزنيه اللي هو اصلا بينافس فيها، هيهتم بنشاطه وبعاداته وبكل الكلام ده. هو لانه هو في الاول وفي الاخر هو رياضي.
هو مش بس شخص بيلعب سكوات بنش ديد ليفت، لا اغلب الباور ليفترز اللي هم الفاهمين زي ما قلت لك ان هو بيلعب تمارين بودي بيلدينج على اساس ان هو يزود من البناء العضلي، بيلعب على حسب نقاط ضعفه الجسمانيه، برضه بيلعب على حسب نقاط ضعفه في الرفعات. النقطة دي فكل مهمة عشان هتوديني لسؤال مهم جدا. حلو، فكل ده هيصب في نفس الحاجه اللي احنا عايزين نوصل لها، اللي هي اني اقدر اشيل اوزان اعلى وانا بصحه ممتازه وانا بشكل جسمي جيد. حلو، يعني ده معناه ان انا مش بتمرن سكوات بنش ديد ليفت بس، يعني انا مش هروح الجيم اشيل الثلاث رفعات دول وامشي، معناه ان انا في تمرين تاني زي ما انت بتقول. يس، انا الاغلب الباور ليفتنج او اغلب الباور ليفترز خلينا نقول بيلعب سكوات وبنش وديد ليفت زي ما قلت لك، لكن بيلعب تمارين ثانيه، والتمارين الثانيه في حالتهم بتسمى اكسسوارز، اللي هو الاكسسوارات. بالضبط. الفكره من المسمى ده ان انت بتلعب حاجات مكمله لتمارينك الاساسي، يعني انت تمرينك الاساسي هو السكوات والبنش والديد ليفت بالتغيرات اللي تكون موجوده فيه من ناحيه نطاق العدات، من ناحيه الفوليوم، من ناحيه الشده، ده تمرينك الاساسي. التمارين الاكسسوارز الثانيه مفيده جدا، في باور ليفترز كتير بيهملوها لكن ده غلط. الاساس ان انت تلعب الاكسسوارز بتاعتك بشكل كامل، لان برضو استفادتك منها هتكون من ناحيه البناء العضلي، والبناء العضلي ده هيخليك انت تاهل العضله الاقوى او العضله اللي كبرت دي بالبناء تاهلها ان هي تصير اقوى زي ما شرحنا في اول الفيديو. يعني من الاخر كل ده بيخدم على الرفعه الثلاث، يس صح كده؟ فانا كل ما زي ما قلت لك كل ما كانت العضله اكبر عندي واقوى، انا قدرت ان انا اكيفها بشكل معين عشان ان هي تكون اقوى في السكوات والبنش والديد، وده الهدف الاساسي عندي من تمريني للاكسسوارز. اصلا انا بحاول ازيد حجم عضلي عشان الحجم العضلي ده هو اللي هيخليني اشيل اوزان اكتر زي ما شرحنا في المبدا البروجريسيف اوفرلود. فانا كل ما زادت عضلاتي كل ما قدرت اني انا استخدم عضلاتي دي على اساس اني اقويها اكتر واقدر اخليها تشيل اوزان اعلى في السكوات والبنش والديد. حلو، يعني كده ده معناه ان خلاص انا دلوقتي هتمرن عادي بس تركيزي هيكون على الرفعات الثلاثه، تمام، ولكن انا كمبتدئ وعايز ابدا فعلا في الحاجه دي، انا مش عارف ابدا من فين. هل اروح الجيم على طول اتمرن الرفعات الثلاثه وانا اصلا ما عنديش اي خلفيه عليها، ولا تنصحني ان انا ابدا ازاي؟ طيب شوف، اول حاجه لو قلنا انت كمبتدئ في عامل مهم جدا انت لازم تبعد عنه اللي هو العشوائيه. اغلب المبتدئين خلاص بحكم ان هو الهبه بيشوف ناس بتتمرن وكده وهو عايز يجرب يخش يعمل اي حاجه بيشوفها في النت او يروح يسال اي كوتش، الكوتش طبعا يقول له العب النظام الفلاني على اساس النظام الفلاني كذا ويقنعه بالحاجه دي، وده مش غلط، لكن احنا خلينا نقول على المستوى البعيد لازم انت تكون عامل جدول لنفسك لازم تشوف انت تكون عارف كل حاجه انت قاعد تعملها على اساس انت من فتره لفتره هل انت قاعد تتقدم او لا، او انت مستواك ثابت. فلما توصل للمرحله دي انت محتاج ان انت تعمل حاجه واضحه قدامك، جدول ثابت انت تقدر تتمرن عليه وتقدر تمشي عليه وتتطور عليه. طيب برضو انا اعمل ايه كمبتدئ؟ بكل بساطه في جداول كتير للباور ليفتنج في الموجوده في 5 في 5 والحاجات دي. يس 5 3 1 في الجدول اللي هو التي اس اي ده مشهور جدا. في جداول ثانيه كتير موجوده برضو على النت، في جداول مشاهير موجوده ممكن تشتريها بمبالغ رمزيه وتستفيد منها. بس اعتقد برضو ان في برامج كتير مجانيه. يس في اشياء كتير مجانيه غير اللي تكلمنا عنها، لكن لو تكلمنا عن سبيسيفيسيتي والتخصيص التمارين هيكون افضل على حسب حالتك انت. وبرضه الباور ليفتنج لعبه فرديه، يعني بمعنى ان انا صح ان الجداول دي كبدايه كنقطه بدايه لك انت هتقدر تمشي عليها فتره طويله، لكن بعد كده مستقبلا لما تبدا انت تتطور وتلاقي ان انت عندك نقاط ضعف معينه، مش الجداول دي مش هتفيدك بالحد اللي انت المفروض تفيدك. انت هنا لازم تبدا تعمل السبيسيفيسيتي بتاعتك، ان انت تبدا تخصص التمارين على حسب حالتك. يس على حسب حالتك انت ونقاط ضعفك، سواء في الرفعات او نقاط ضعفك الجسمانيه او شكل جسمك او الى اخره. فبالتالي الجداول الجاهزه دي او الجداول خلينا نقول للمبتدئين دي اللي هي برضو غير التي اس اي، في جدول جاء على بالي هو الكانديتو، جدول كانديتو 6 ويك بروجرام ده كلها ممتازه، لكن بعد فتره بعد ما تعملها الجداول دي لفتره معينه من الزمن الجداول دي هتوقف ان هي تفيدك. ليه؟ طيب مثلا ايه المده؟ خلينا نقول كده. هي المده انت اكيد على حسب طبعا. يس انت راح تبدا في الجداول، يعني التي اس اي الجدول ده 3 شهور ممتاز. 3 لوكات. الكانديتو لا 6 اسابيع، يعني التي اس اي تقريبا 9 اسابيع خلينا نحددها بالضبط. يس الكانديتو لا 6 اسابيع.
فهو هيتكلم عن الجدول. يس ممكن تكررها، آه. بس انا بقول لك انه بعد فتره من تكريرك للجداول انت مش هتستفيد منها بنفس ما الاستفاده. هو برضه ده يعني ده طبيعي، ده بيحصل في اي حاجه او في اي رياضه تانية. يعني انا في بدايتي في اي رياضه، سباحه خلينا نقول كده، بودي بيلدينج، طبيعي ان انا في الاول هتطور لو عملت ايه صح كده. لو رحت شلت اقل وزن وما تعبتش، ما وصلتش للفشل العضلي، لما بتكلم عن البودي بيلدينج دلوقتي، لعبت اي حاجه بعشوائيه او حتى لو كنت مرتبها بس جدول وحش، هتطور فيه. لكن انت بتتكلم ان انا لو مشيت على جدول مش مخصص، جدول جاهز مجاني، على الاقل ممكن يمشينا خلينا نقول شهرين 3 صح كده، يس. واشوف تطور فيه. يس. انت بطبيعه الحال ان انت لسه مبتدئ في الرياضه انت هتتطور. يعني انا شخص مبتدئ اول مره امارس الرفعات 3، او انا مثلا كنت بلعب بادي بيلدينج وكده حبيت اني انا اغير ستايل تمرين مثلا، فانا همشي على جدول باور ليفتنج. انت في البدايه هتتطور وهتوصل لمرحله ممتازه جدا من التطور. وانا نفسي بدات بالطريقه دي، بالطريقه اللي هو انا قعدت ابدا بجداول من النت، بعدها اشتركت مع مدربين او بدات ادرب نفسي والى اخره. لكن الفكره ان زي ما قلت لك ان الجداول دي هتطورك الى حد معين بحكم ان انت مبتدئ، بس مع ان مستواك بدا يزيد وتقدمك في الرياضه دي بدا يزيد وانت لو انت كنت شغوف بالرياضه وحابب الرياضه هذه وطورت فيها، انت بعد كده تحتاج انت تكون تحت اشراف مدرب. لان المدرب بس مش هيخصص لك جدولك على حسب حالتك او على حسب النقطه اللي او المشاكل اللي عندك. لا، المدرب هيشوف حجم تمرينك انت قاعد تلعب فيها، هيشوف رده فعل جسمك، هيشوف كميه الاجهاد اللي بتمر عليه، هيشوف الاسترس اللي في حياتك، هيشوف الحاجه المناسبه معاك من ناحيه التغييرات، من ناحيه التمارين نفسها، التمرين ده مناسب معاك مش التمرين ده مناسب معاك. لان الباور ليفتنج صح ان هي سكوات بنش ديد ليفت، لكن في فاريشنز كتير. الفاريشنز دي يعني مثلا السكوات انا ممكن العبه وانزل واطلع، بس ممكن انزل ب3 4 ثواني، ممكن اثبت تحت معين ممكن اثبت تحت بسرعه معينه او في وقت معين والى اخره. نفس الفكره ينطبق، نفس الموضوع ينطبق على البنش برضه، ان انا هثبت مثلا على صدري او انا هنزل ببطء. الديد ليفت نفس الفكره، ممكن اول ما اطلع النهارده اعمل بوز. فكل هذه حاجات انا هتساعدني ان انا احسن من نقاط ضعفي في الرفعات الثلاثه. فدي انا لو ما كانش عندي الخلفيه بشكل عام عن او الخبره الكافيه اللي تخليني انا احدد لنفسي الحياه دي، انا لازم احتاج مدرب. المدرب ده هو اللي هيساعدني ان انا اتطور واحسن من المشاكل. يعني خصوصا زي ما قلت لنا ان انت لو شخص حابب الرياضه وحابب ان انت تتحسن وتتطور فيها وتوصل لمكان معين فيها، وبالذات بنتكلم عن ناس فوق المتوسط او المتوسط صح كده؟ صح. يعني خلاص هو جاي اصلا على مرحله المبتدئ. ما انا بقول انه انت لو خدناها كترانزيشن ان انت تبدا من منطقه معينه وتبدا تتطور 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 تتطور، فوقت ما تبدا تتطور هتوصل لمرحله انت في حد ذاتك هتعرف ان انت هنا خلاص، انت هنا وصلت جبت اخرك. انت هنا وصلت البلاتو، انت مش قادر انت تزيد. فانت هنا تاخذ الخطوه ان انت تشترك مع مدرب او تسال شخص مختص في الرياضه ان هو يوجهك اكثر ويقول لك انت هتعمل ايه. فلما تبدا توصل للمرحله دي انت خلاص، انت المفروض يكون عندك الوعي الكافي ان تقدر تاخذ الخطوه، وانا خلاص انا هشترك مع مدرب او انا هخلي المدرب ده هو اللي يساعدني. طيب هنوقف هنا، وده كان الجزء الاول من جزئين. استنونا ان شاء الله في الجزء الجاي. ما تنساش تعمل اللايك والاشتراك في القناه وتفعل الجرس عشان تشوف الجزء الثاني وباقي الحلقات. اشوفك في فيديو جديد. سلام.